اهلا وسهلا بكم في قناة صلح العطل بنفسك. النهاردة معانا فيديو عن كاتل الشاي او الغلاية. طبعا الكاتل مش شغال، هنبدأ نفحص. عندي 3 مسامير هنا في القاعدة، هنفك ال3 مسامير. طلعنا بالقاعدة زي كده، عايزين نفحص القاعدة نشوفها هل هي شغالة ولا لا. هنعرف مع بعضينا. طبعا احنا شرحنا الكلام ده في كذا فيديو قبل كده، بس احنا الحاجة اللي بتيجي قدامنا بنوريها ليكم. نعمل كده كده، الطرف ده شغال. نشوف الطرف التاني. الطرف التاني شغال، وطبعا ده ارضي، الطرف ده ارضي اهو. اللون ده هو بيبقى معايا ارضي، يبقى انا كده عندي القاعدة سليمة مفيهاش اي مشكلة. تبدأ تقفلها تاني زي ما فكيت. وهنبدأ نفحص الكاتل نفسه. هندوس على زرار التشغيل كده اهو، بدل ما هو مفصول هنشغل وهنشوف هل هيديني اي شغل ولا لا. للأسف هو فاصل. هنبدأ مع بعضينا. أول حاجة تفحصها هتفحص المفتاح. طيب، عشان نتأكد المفتاح فاصل ولا شغال، هنبدأ نحمل كده على المفتاح اهو، وندي طرفين السرية هنا كده. المفتاح ده شغال، يبقى عندي اللي فاصل القاعدة هنا تحت. هنبدأ نفك ونشوف هنعمل ايه. طبعا زي ما اتعودنا، اول حاجة نفحصها هتكون السخان نفسه. ركب دول زي ما كانوا بتوع المفتاح، وهنبدأ نفحص السخان ده. لو السخان ده شغال يبقى ده قابل للإصلاح. السخان مش شغال يبقى كده خلاص مش هنعمل فيه أي حاجة تاني. طبعا السخان سليم معايا اهو، يبقى أنا عندي المشكلة في القاعدة دي هي اللي فيها المشكلة. طيب، أنا هعرف إزاي المشكلة اللي في القاعدة. هنبدأ نفحص القاعدة، هنعرف انهي طرف اللي فاصل معايا اهو. تاني لا، الطرف اللي فاصل معايا اللي هو الطرف ده هو الطرف اللي فاصل معايا. هنبدأ مع بعضينا نفك ال3 صواميل دول. ادي واحدة، ادي التانية، ادي التالتة. كده احنا طلعنا القاعدة اللي هي فاصلة. طبعا هي قابلة للإصلاح لو أنا مش موجود عندي ليها القطع البديل. هنشوف أنهي طرف اللي فاصل معايا. طبعا أنا اللي فاصل معايا الطرف ده
كده المفروض ان احنا نغير. لو انا قطعة الغيار مش متوفرة هنغير القاعدة كلها دي ودي. لو انا في مكان واضطريت ان انا حابب نصين دي، انا في مكان دلوقتي يعني احيانا بعض الصناعية اللي بيشتغلوا في المعماري بيبقوا شغالين في اماكن صحراء ما فيهاش انا محتاج له، فهنضطر هتشيل الريش دي، ادي ريشة اهي هنفردها، وهنفرد الريشة التانية دي، وهنفرد الريشة التالتة. هتسحب الوش ده كده وهتبدأ تشوف اللي فاصل هنا اهو وتبدأ تصينه، ولكن احنا هنستبدلها لان موجودة ومتوفرة معانا. طيب في حالة عدم توافر دي بالشكل ده هنضطر نغير القاعدة اللي هي بتبقى بالشكل ده اهو، دي طبعا بتفرق عن دي، وهنركب دي هنا مكان دي عشان الكاتل يشتغل معايا. هنشوف هنعمل ايه مع بعضينا. هنبدأ نجيب الكاتل اهو وهنركب دي كده، هنربط الصواميل بتاعتي تاني زي ما فكيت. بعد ما ربطنا هنرجع نركب السلك. طبعا بالنسبة للشرح بتاع الدايرة، طبعا انا طرفين الكهرباء بيجوني هنا اللي هما ال220، بتطلع طرف منهم بياخدوا المفتاح فوق اهو، وبيرجع لما احنا بنضغط على المفتاح هنا المفتاح بيرجع يدي الطرف ده اهو معايا للسخان. يبقى هنا السخان خد بده الطرف اهو، الطرف التاني طالع مباشر على طول للسخان اهو، وطالع لللمبة. اللمبة واخدة طرف من هنا وطرف من هنا مع السخانات. طبعا اهم حاجة تلم السلك في مكانه المظبوط الشكل ده. هنركب اللمبة ونبدأ نقفل زي ما فكيت. ترجع تركب وش المفتاح اهو، دي اهو الارجل دول بيعدوا هنا كده اهو اهو، ودي تنزل معايا كده. يبقى كده احنا حلينا مشكلة الكاتل ده اللي هي مشكلة القعدة. هنبدأ نجرب. هندوس على المفتاح كده شغال معايا اهو. ولو حبينا نفصل المفتاح يعني هنجرب كده اهو، كده هو شغال، فصلنا شغلنا كده الدنيا تمام. هنا كده هنستبدل القطعة دي زي ما اتفقنا. ده الارضي دايما بيبقى في النص اهو، حتى هتلاقي ده لون ذهبي وده لون ذهبي وده فضي
هنركب الارضي والكهرباء والكهرباء. وبالشكل ده كده احنا نبقى ركبنا هل هيشتغل معانا ولا لا. هنبدأ نجرب. بالشكل ده هو اشتغل. طبعا هو مفهوش ميه، بس احنا هنجرب على 220 تجربة سريعة خفيفة خالص. خلي بالك معاه في لندة البيان اهو. ولكن مش هنقدر نستمر في التشغيل عشان الكاتل مفهوش ميه وهيبدأ يسخن ويسيح معاك. وكده انت تبقى حليت مشكلة الكاتل بكل سهولة بدون ما تحتاج الفني. انت كده صينته في البيت بكل سهولة. هتجيب القطعة وتغيرها